عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي. الليل في أحضان الهموم، لا فيه قمر ولا فيه نور. الليل في أحضان الهموم، لا فيه قمر ولا فيه نور. ومشيت وطالت خطوتي، والريح الريح جريح في سكتي. مشيت وطالت خطوتي، والريح جريح في سكتي. يا رحلة الآلام يا عمر بالأيام، يا رحلة الآلام يا عمر بالأيام. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق، تعب الطريق ما تعبت أنا، تعب الطريق. ماشي الطريق من كم سنة، ماشي الطريق، تعب الطريق ما تعبت أنا، تعب الطريق. وبصبر نفسي وبدوس على نفسي، وبدون حيرتي مع طلعة شمسي. وبصبر نفسي وبدوس على نفسي، وبدون حيرتي مع طلعة شمسي. أتوه وسط الزحام، وأكمل رحلتي الأيام. أتوه وسط الزحام، وأكمل رحلتي الأيام. الله 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 الله، سامي ايه اللي عملته ده؟ ليه كده؟ هو انا عملت ايه؟ كسرت المنبه. مش عارف. سامي مالك يا سامي؟ مفيش حاجة. ازاي بس مفيش حاجة؟ ده انت من ساعة ما دخلت الشقة وانت مش على بعضك، ونظام قلق خالص. طب ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ فيها انك قطعت قلبي يا سامي. فيني بقالي ساعتين مش قادر اضحكك، مش قادر اخرجك من سرحانك ده. ما هو لازم يا سامي تستهدى بالله. اروح اجيب لك دكتور. مش هيعرف انا تعبان من ايه. انت تعبان من ايه يا سامي؟ عايز اصدق. تصدق ايه؟ اصدق اني حر، اني رجعت لشقتي. انا بحب البيت ده قوي يا احمد. انا بكره البيت ده قوي يا احمد، بكره اي حاجة. انا مش عايز حاجة يا احمد، انا ما بضايقش حد. انت بتضايق حد يا سامي؟ عمرك ما هتضايق حد سامي. اسمع، انت الحتة النظيفة اللي فاضلة لي في الدنيا. وليه بتقول لي كده دلوقتي؟ لاني كنت عارف قبل منك يا سامي ان افكارك دي مش بتاعت الزمان ده. الدنيا مش بتاعت كده يا سامي. الدنيا شيلني وشيلك، الدنيا خد وهات. ما تفتكرش كمان ان انا مبسوط، بس انا عارف حدودي فين. انا لما اتجوزت منيرة هانم كانت هي دي ورقة النصيب اللي انا راهنت عليها. انت بقى راهنت على ايه؟ انا ما راهنتش،
لان الدنيا مش ترابيزة قمار يا احمد. تاني هترجع للافكار دي. سامي اقول لك اسمع، انت بقى ما عندكش فكرة مسرحيتك ازاي كسرت الدنيا؟ انتوا عملتوها؟ طبعا، وافتتحناها من شهرين. بمخرج غير مصطفى حمدي طبعا. طبعا. خد يا عم، خد امسك. ايه دول؟ 200 جنيه تحت حساب فلوسك في المسرحية. والمسرحية نجحت؟ عجب، والله العظيم يا سامي عجب. المسرحية دي ممكن تستمر سنة. انا مش عايزها تستمر. ليه؟ لازم لو بقى تكتب لنا مسرحية تانية، ها؟ يا ريت. نادية كمان بتقول كده. على فكرة فين التليفون اكلمها، احسن دي مستنياك وعايزة تشوفك. انا مش عايز اشوفها. طب بس استهدى بالله، استهدى بالله. ايه التليفون كمان مفيهوش حرارة. قلت لك انا مش عايز اشوفها. سامي انت عارف انا بحبك قد ايه، كلنا بنحبك قد ايه. علشان كده بقولك بطل الجنان ده، لازم تكون عقلت. انا فعلا عقلت. خلاص يبقى ننزل نفوت على نادية صبري قبل ما نروح المسرح. مش عايز اشوفها. سامي حبيبي، بلاش نظام القلق ده وحياة ابوك. انت ما تعرفش حاجات كتير قوي يا سامي. انت اولا ايه اللي عرفك ان انا طلعت النهارده؟ وانا جاي لك في الكلام اهو. انا عرفت من نادية. نادية؟ اصلك ما تعرفش، دي هي اللي طلعتك كمان. ايوه يا سامي، مع انها محلفاني انا ما اقولكش. الله يقطعك يا لساني. شفت عربيتي الجديدة دي؟ ها؟ اشتريتها من شهر واحد بس. مبروك. انت مش واخد بالك من حاجة خالص يا بالصوم. انت حتى ما لاحظتش ان انا تخنت قوي من يوم ما ركبتها، ها؟ مفيش مشي، وكلهم بيقولوا ان انا بقيت مقلبص وتخنان قوي. النظام قلبظة بالصوم. هي بتعلفك ايه؟ مين اخوي؟ منيرة هانم مراتك. لا ما خلاص طلقتها بالتلاتة. ايه؟ ولا حاجة. احنا رايحين فين دلوقتي؟ فين؟ مش انا عازمك الليلة دي؟ هنروح في بيت عم نظام بطاطس خالص. قول لي يا احمد، ايه حكاية نادية اليومين دول؟ مالها؟ يعني من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما تفهمونا بقى. وماله؟ ما هو بيت وكباريه، نظام كباريهات. حد عارف يا سهير؟ انا بتكلم جد. انت سمعت ايه عن نادية وسامي؟ متهيألي انهم اتصالحوا. ها؟ هما مش كانوا متخاصمين الاسبوع اللي فات؟ والله ما انا عارف، انا حتى ما اعرفش انهم اتخانقوا. انت بتقولي كده علشان سامي ما جاش المسرح اليومين دول؟ اطلع من دول يا نمس، يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. طب هو من دلوقتي بقى ببلاش. لا صحيح، امال انت وشلتك لما بتسهروا بتتكلموا في ايه غير مين ماشي مع مين ومين طلق مين؟ بالظبط كده. نظام نميمة. اهلا ابو السوم، ازيك يا راجل؟ اهلا يا احمد. قول لي، انا بلغني انك كنت عايزني. على مالك يا سيدي؟ طيب اصل في مشكلة دلوقتي كان لازم احلها. ايه خير؟ اصل اصل ايه يا ابني؟ ما تنطق. لا ولا حاجة. كان في واحد صاحبي شحن لنا 5 عربيات مرسيدس. ايه؟ كان في واحد صاحبي شحن لنا 5 عربيات مرسيدس، وبعدين بيقولوا انهم معصلجين معاه في الجمرك. مرسيدس؟ اه. طب وليه؟ اصل 5 كتير، القانون بيقول 1. طب وايه المشكلة؟ ازاي هنطلعهم ونخلص ورقهم؟ طب وده هتعصى عليك برضه يا ابو حميد. سلة 100 جنيه على كل عربية وهي تخلص في لحظتها. سامي انا مش مصدق. مش مصدق ايه؟ الله، انت اللي بتقول الكلام ده؟ طب انا اقوله لكن انت الله. طب وفيها ايه؟ في انا عفارم عليك، فانك كده تعجبني كده، انت ابتديت تعقل بالصحيح. ها؟ بس بقى اللي مجننا بالصوم ان اللي شحن لنا العربيات ده واخد حقه ناشف من قبل ما يشحنهم، ودلوقتي راجع يتمحك تاني في قرشين زياده. خلاص يا اخي ما تديله قرشين. ليه؟ ودي تبقى ايه دي بقى؟ هما زمان كانوا بيسموها رشوة او سرقة. قول لي يا احمد، لما انت يا اخويا بتشتغل في الحاجات دي تعب نفسك في المسرح ليه؟ الله، مش كفاية عليك كده؟ كفاية ايه؟ في حد يبقى قدامه فرصة يكسب فلوس ويقول كفاية؟ برضه بالسوم يعني 100 جنيه مكسب من هنا، 200 من هنا، 300 من هناك. ايوه. يا دوب الواحد يطلع تمن الدخان
تمن الدخان بس؟ يعني انت مثلا عايز يبقى في ايدك كده 7 صنايع؟ لا، عايز يبقى في ايدي فلوس. اه. فلوس. فلوس. ادي كل حاجة. الدنيا كده اليومين دول، يا تخطفني يا اخطفك، يا تاكل لقمتي يا اكل لقمتك، يا تقتلني يا اقتلك. على فكرة انت ما اتجوزتش تاني ليه؟ تاني؟ ما اظنش، كفايه كده. اللي بقى اذا كانت الست غنيه تانية، بس دول بقى قليلين اليومين دول. مين، الستات؟ لا، الاغنياء، حتى الرجاله منهم. طب ليه ما تحبلكش واحدة؟ احب؟ انا ليه؟ انا جرى العقل حاجه بالسوم. ثم مين دي اللي ممكن تحبني؟ انا يا اخي، انا بحبك. يا نهار اسود، ده احنا حتى لو ما كناش اصحاب وانت ست، ده انت كنت قتلتنا يا جدع، ده انت فظيع. انا مخك مركب شمال ابو السوم. طب تحب اعمل له ايه؟ اركبه لك يمين؟ لا، تشيله خالص. هي دي ايام بتاعت مخ يا ابني. امال بتاعت ايه؟ بتاعت تهليب، بتاعت فلوس. ماني فلوس. ها باشا يهبشوا ما حد حاسس. فاكر يا ابو السوم؟ دي حاجة تتنسي يا احمد. المهم، انت كنت عايزني في ايه؟ ما انا كنت عايزك علشان كده. علشان ها باشا يهبشوا. يعني ايه؟ يعني انا عندي لك مشروع هايل يا عم. عمرك ما هتفكر في الفلوس دي خالص. ماشي الطريق من كام سنة، ماشي الطريق، تعب الطريق ما تعبت انا، تعب الطريق. ماشي الطريق من كام سنة، ماشي الطريق، تعب الطريق ما تعبت انا، تعب الطريق. وبصبر نفسي وبدوس على